ملي كنبغيو نكريو محل تجاري باش نديرو واحد المشروع معين، كاين بزاف ديال الامور اللي خاصنا نردوا ليها البال باش ما نطيحوش في مشاكل في المستقبل. وهذا الشيء اللي طرا لواحد السيده كانت باغا دير واحد المشروع ديال الخياطه، هي كتفهم في داكشي ديال الخياطه، عندها الماكينه وبغات قالت نكري واحد الكراج صغير، منها نبقى ندبر على بريكولاج وندبر على كليان جداد. داكشي اللي دارت بحال كاع الناس، مشات كتقلب، شافت السيكتور اللي غادي تحل فيه، باغا تحل فيه، اللي بان لها انه مزيان انها تخدم فيه هذاك المشروع ديالها. قلبات على داك الحي ولا داك الشارع اللي باغا تحل فيه، ومشات عند واحد السمسار قالت له واش كاين شي محلات يتكراو هنا؟ قال لها موجود الخير، الاثمنه ها بشحال وها بشحال. المهم وراه واحد جوج كراجات جايين في نفس الشارع، غا واحد جاي قريب للشارع الكبير، وواحد جاي داخل شويه في هذاك الدرب اللي اختارت هي. المهم شافتهم بجوج، قال لها هادو راه مولاهم واحد، يعني راه نفس السيد اللي شاري هذا الكراج راه هو نفسه اللي كيملك هذاك الكراج، وراه بجوج بهم دايرهم الكرا. صافي قالت له نعيطوا للسيد نتفاهموا ونشوفوا الثمن واش يقدر يتفاهم معنا. قال هذاك الكراج اللي جاي داخل شويه في الدرب، قال له هذا كنكريه لك ب 1500 درهم، وهذاك اللي جاي قريب شويه للشارع الكبير، جاي قريب للشانطي الكبير، قال له هذاك ب 2000 درهم. هي السيده عجبها هذاك اللي جاي على الشارع الكبير، بحكم ان هذاك كيكون عندك حظوظ اكثر قريب للشارع الكبير، دونك باين كيبان من الشارع الكبير عكس هذاك الاخر اللي جاي لداخل شويه. قالت له انا عجبني هذا، ولكن تخليه ليا ب 1500 درهم. المهم من بعد ما بقاو كيتشاطروا، قال لها نخليه لك هذاك اللي جاي قريب للشارع ب 1500 درهم، ولكن بشرط غادي تعطيني التسبيق ديال 6 شهور، يعني غادي تخلصيني 6 شهور مسبقا. بقات كتفكر هذيك السيده بحكم ان عجبها داك المحل مصلوح مزيان، وبان لها انه يصلح دير فيه داك النشاط التجاري اللي باغا دير. صافي قالت له الله يسخر. قال لها صافي غدا ان شاء الله نمشيو للمقاطعه ونتكاتبوا. داكشي اللي داروا الله غد ليه في الصباح، داروا واحد الوقيته ومشاو وتكاتبوا، وخدات الكونطرا ديالها. قال لها صبري عليا غدا في الصباح ان شاء الله ونجيب لك السوارت، على ما نخرج شي مسائل اللي راه هي شافتهم في هذاك المحل، كان مستوكي فيه شي حوايج. قال لها على ما غدا في الصباح نحيد داكشي اللي كاين في المحل ونعطيك السوارتات ديالك. داكشي اللي دارت السيده، لغد ليه في الصباح في نفس الوقيته اللي تفاهموا عليها، مشات باش تاخذ السوارتات، وهي كتفاجئ بان السيد كيقول لها المحل التجاري اللي سنينا عليه واللي تفاهمنا عليه هو داك اللي جاي لداخل، ماشي اللي جاي على برا. هنا السيد قال لها لا انا تفاهمت معاك على اللي جاي لداخل، ماشي هذاك اللي جاي قريب للشارع. قلت له لا راه قلت لك ها شنو قلتي لي تخلص بالشهور. قال لها لا. السيد نكر تماما بانه زعما تفاهم معاه على ذاك المحل اللي جاي قريب شويه للشارع. قال لها انا هضرت لك على هذا، وتا الكونطرا راه حنا درناها في السميه ديال هذا. والسيده بحكم انها ما قارياش وما سولاتش، ملي كتمشي دير العقد راه بعض الناس ما كيتحققوش كاع من هذوك المعلومات اللي كاينين في ذاك العقد، سواء العنوان ولا كاع حتى داك المعلومات ما كيشوفهمش. كاين اللي ما كيشوفش كاع العقد، كيمشي كيسني وصافي. قال لها لا. مشات قالت للسمسار، قال لها انا ما كنتش انا ما عرفتكمش علاش تفاهمتوا، انا لقيتك مع السيد صافي. هنا تسالى الدور ديالي، وريتك الكراجات قلتي لي عيط لي المولاهم، انا هنا كيتسالى الدور ديالي، يعني انا ما عنديش علاقه مع هذا الشيء. انت شوفي انت وهذاك السيد هذاك. بقات هي وداك السيد في الصداع. لا قلتي لي ما قلتي لياش. قال لها من الاخر نجيك من الاخر، ما غرد لك حتى شي فلوس لا حتى شي حاجه. بغيتي المحل ها هو، ما بغيتيش ما عندي ما ندير لك. المهم هي خدات التسبيق ديالو، خدات 6 شهور ديالو. قال لها ما عندي ما ندير لك. مشات مسكينه هذيك السيده كتسول الناس، مشات كتسول هذاك السيد مول اللي دار لهم العقد، واحد السيبار اللي كتب لهم هذيك الكونطرا. قال لها ودي زعما انا ما عارفش، انا كيجي عندي السيد اللي غادي يكري واللي باغي ومول المحل راه كنقد لهم الكونطرا وكنمشي، يعني انا ما عنديش دخل في هذه المسائل. في هذه المسائل ديال لادريس واش هذا المحل بالضبط، بحكم ان كتكونوا تعاملتوا بواحد حسن النيه صافي. راه كل واحد عارف علاش جاي، يعني ما الدور ديالي ماشي انا ننبهك ولا نقول لك واش بصح هذا المحل وفين الموقع ديالو. مسكينه بحكم داك السيده ما فحالهاش بزاف، وعندها واحد راس المال اللي هو قليل، ما بغاش تدخل في هذيك الصراعات ديال انها تمشي وتدعيه. وهذا بحكم ما كاينش الشهود. النهار اللي جات بوحدها، ما كان معها حتى شي واحد، كانت غا هي ومول المحل وهذاك السمسار. والسمسار قال لها انا ما عندي حتى شي دخل فيكم، انا ما عرفتكمش اصلا علاش كتهضروا، صافي انا لقيتكم تسالات المهمه ديالي. ما لقات ما دير مسكينه هذيك السيده، ما عندها حتى شي حل واحد اخر. صافي بقات في هذاك المحل هذاك، قالت غادي نبدا في هاد 6 شهور هادي ونمشي نقلب داك الساعات في شي بلاصه واحده اخرى. المهم في هاد القصه كامله هما كاينين شي حوايج في الاجراءات ديال العقد ديال الكراء اللي
بعيد عن الشق القانوني خاصك ترد لهم البال، وخاصك دير منهم اتونسيون باش ما تطيحش في نفس المشكله اللي طاحت فيها هذه السيده. واول حاجه هي ملي تمشي تقلب على محل تجاري ولا ملي تمشي تفاهم مع مولاه، ما عمرك ما تكون بوحدك بحال هذه السيده. هذه السيده ما لقاتش شي حد اللي يشهد معاها ولا شي حد اللي كان حاضر ويقول له بصح راه قلتي لنا هذا المحل هذا اللي قريب للشارع ماشي اللي داخل في الدرب. يعني كانت بوحدها ما لقات لا اللي يشهد معاها لا حتى شي حاجه. ديما ملي تكون غادي تفاهم ولا تنيغوسي في واحد الحاجه اللي فيها الفلوس وتحط فيها رزقك، ضروري ما يكون معك شي حد. على الاقل الا ما كانش هذاك السيد اللي غديه معاك فاهم في الدومين وعارف، على الاقل يكون معاك باش لا قدر الله طرا شي مشكل يكون شاهد على داك الشيء اللي طرا، وتلقاه في جنبك انه يمكن يشهد معاك حتى الا بغيتي مثلا توصل للقضاء ولا ترفع واحد الدعوه ضد هذاك السيد اللي نصب عليك. واهم حاجه فهادشي كامل، مني تشوف واحد المحل تجاري ويعجبك الموقع ويعجبك كل شيء، اهم حاجه خاصك هذاك مول المحل تكون مرتاح له نتايا. الا ما كنتيش مرتاح له من الاحسن ما تمشيش لهذاك المحل، واخا يكون الموقع وكل شيء كيقول لك بان الا درتي المشروع ديالك في هذا المحل راه غينجح لك. الا شفتي هذاك الشخص صاحب المحل وهضرتي معاه وحسيتي براسك ما مرتاحلوش وما دخلكش لخاطرك، من الاحسن بعد على هذاك المحل، لان طراو لك مشاكل من بعد اللي انت في غنى عنها. هرب بحالك وسير باش ما تدخلش في واحد الصراعات اللي تقدر تجي في المستقبل. راه كاينين الناس اللي كراو واحد المحل مع شي ناس ومن الشهر الاول بداو عليهم بالمشاكل. من الشهر الاول قال له سيدي خوي لي محلي. يعني كاين الناس اللي ما كيكونوش معقولين، هو باغي يكري المحل ديالو ولكن ماشي معقول. يعني في الاول الا خاطرك هرب من هذاك السيد مول المحل واخا يكون عاجبك المحل، من الاحسن غسير بحالك وما تكريش من عنده، وشوف شي شخص اللي تقدر تشوفوا انك ارتاحيتي ليه كشخص وتقدر انك تكمل معاه، لان هذيك راه مسيره طويله وراه علاقه طويله غادي تبقى بيناتكم ديال الكره. ثالث حاجه خاصك دير قبل ما توقع عقد الكراء مع صاحب المحل هو انك تمشي تاكد من العنوان، تاكد مزيان من هذيك الادريسه ديال داك المحل التجاري. يعني غادي تشوف هذيك الزنقه شنو الرقم ديالها ولا شنو السميه ديالها، هذيك لابارتمون ولا ديك العماره اللي فيها المحل التجاري تشوف الرقم ديالها، يعني تعرف العنوان اكزاكت ديال هذاك المحل التجاري ديالك، باش من النهار اللي غادي تمشيو توقعوا العقد غادي تقرا داك العنوان وغتشوف واش بصح هو مطابق لذاك المحل التجاري اللي غادي اللي شفتيه. يعني هذه من البديهيات اللي خاصك ديرها. غتمشي تضرب واحد الدويره تسول سواء مال الحوانت ولا الناس اللي ساكنين تما، غتقول له الله يخليك شنو هو العنوان بالضبط ديال هذه البلاصه هذه، غيعطيك العنوان باش النهار اللي غادي تمشي توقع العقد مع صاحب المحل غادي تاكد واش هذاك المحل بصح هو اللي كاتب الادريسه ديالو، وما تقولش بحال اللي طرا لهاد السيده هذه. وحاجه واحده اخرى مهمه، حاولوا ملي تكونوا غاديين تكتبوا العقد انت وداك السيد، اختار انت داك الكاتب العمومي ولا داك مول السيبر اللي غادي تكتبوا عنده العقد. ومن الاحسن انك تمشي عنده بواحد النهار قبل وتقول له ودي انا غادي نجي غدا ان شاء الله وغادي نكتب واحد العقد ديال الكراء، واش ممكن تعطيني موديل ديال العقود اللي كدير في هذه الحاله هذه، غيعطيك باش تقرا وتكون عندك الوقت انك تقرا هذاك العقد ديال الكراء على خاطرك، وتقول له شنو غندير وشنو غندير وها المحل فين كاين وفين كاين. وداك الساعه حتى الا عندك نتايا واحد مثلا دي كلوز باغي تزيدهم في هذاك الكونطرا غادي تكون عام مقبل، حيت بعض الناس ولا خصوصا الناس اللي كيكونوا الصابه ملي كيجي غيدير معاك العقد كيقول لك انا راه ما مساليش، غنتلاقاو في واحد الوقيته دغيا راني مزروب وهذا صافي، كتمشي كتعطي الوراق للسيد اللي غادي يكتب لكم العقد صافي ودغيا كيقول لك الله يعاون الله يعاون. يعني من الاحسن خذ وقتك في هاد ليطاب هذه، ما يزربش عليك يقول لك راني مشغول ولا شي حاجه، يقول الا قال لك مشغول قول له سيدي حتى تكون مسالي ونقادوا على خاطرنا. ومني قاد لك السيد الكاتب العمومي الكونطرا من الاحسن قول له تنقراوها مزيان، قرا مزيان وشوف داك المعلومات واش صحيحه، الادريسه ديال المحل واش صحيحه، الثمن ديال الكراء واش صحيح، المده اللي اتفقتوا عليها واش صحيحه. عاد داك الساعات ممكن انك تمشيو للمقاطعه وتليغاليزيو هذاك العقد ديال الكراء ديالكم. وحاجه واحده اخرى، ملي غادي تكون غادي تكري محل تجاري ضروري كدير الموين ديال البيمون، كيفاش غادي تخلص هذاك السيد. من الاحسن ديروا انك تبقى تفيرسيلو داك المبلغ في البنكه، هكا كتبقى مهني نتايا، كتمشي في الاول ديال الشهر كتحط الفليسات ديالك في البنكه، كيبقى عندك الروسي كوم كوارك انك خلصتي، وهذاك هو اللي كتضمن به الحقوق ديالك وكاو وقع مثلا شي نزاع مع هذاك السيد. بعكس بعض المرات كاين الناس اللي ما كيبغيوش مثلا كتخلصوا كيقول لك انا غدا غادي غندوز لك هذاك الروسي ديال الكرا، وكاين الناس اللي كيتماطلوا في هذه القضيه وكتلقى السيد مخلص 3 شهور 4 شهور ولكن صاحب المحل كاع ما عطاه هذاك الروسي. من الاحسن ديروا بانك غادي تخلص هذا السيد في الشهر بواحد الفيرمون بونكير، يعني ملي غتوصل الاول ديال الشهر غادي تمشي غيكون عاطيك رقم الحساب ديالو، غادي تحط له هذيك البركه وغادي تبقى عندك نتايا الاثبات بانك صيفطتي داك الفلوس، وغتبقى تصور له مثلا كل شهر
فيما خلصتي غتصور له هذيك الورقه اللي عطاوكم من البنكه وتصيفطها له في الواتساب. هكا يكون عندك الاثبات مكتوب في الواتساب. وحاول ديما العلاقات تكون بيناتكم ضروري تخليو ديت خاص، ما عمر ما داكشي يدوز غير هكاك. راه في هذا الوقت هذا واخا يكون خوك راه خاصك ضروري دير معاه داك الاثباتات ودير داكشي قانوني. حاولوا ديما في المعاملات التجاريه ديالكم، لا مثلا في هذه المساله ديال الكرا ولا في المعاملات ديالك مع الناس اللي غتشري من عندهم بالجمله، حاولوا ديما تخليو ديت خاص، ديما دي كونفرساسيون يكونوا دايرين بينكم مثلا موثقين في الواتساب، شي حاجه بالبابي يعني شي حاجه مكتوبه، يعني اي حاجه اللي تقدر تنفعكم لا قدر الله الا وقع شي مشكل. هذا الوقت هذا ولا صعيب، والناس راه ممكن يعطيك كلمه دابا ويدور عليك في نفس الوقت، يعني ما كاينش الثقه. من الاحسن باش تبقى نتايا في حمايه وتحمي حتى داك السيد اللي كتعامل معاه، من الاحسن تخليو داك الشيء موثق. هادو شي حوايج اللي هما مهمين خاص ضروري تردوا ليهم البال، هما مسائل اللي بساط يعني ما كياخذوا لكمش واحد الوقت، في نفس الوقت يقدروا يحميوكم بزاف ديال المشاكل اللي غيطراو في المستقبل. كنتمنى لكم التوفيق ونشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.